خلينا نتعرف اكتر على الماكرو نيوترينز. قلنا ان احنا محتاجين نفصصهم كده عشان نفهم الموضوع، ومش كلمه تجيبنا وكلمه تودينا. خلي بالك ان انا هقول كلام وارقام واسماء وحاجات كتيره جدا هتلاقيها متوفره في كتيب كاتباه ككلام وكاتباه كجدول مقارنات. لما تراسلني على اللينك اللي مع الفيديو هبعت لك نسخه من الكتيب ده. طيب احنا النهارده بنتكلم عن الماكرو نيوترينز اللي هم البروتين والدهون والكربوهيدرات كمصدر للطاقه والبناء. قلنا 2 في 1. انا عندي النهارده مصنع، المصنع ده بياخد الحاجه اللي انا بعملها زي ما قلنا كده، انك عندك بتبيع الممتلكات وتحولها لفلوس، والفلوس دي بقى تجيب بيها اللي انت عايزه، فهو بيكسرها لابسط وحده. طيب ايه هي يا ترى النسب اللي انا محتاجه؟ لان انا قلنا دي مستلزمات تشغيل، فحضرتك توفرها لي بالنسب اللي انا محتاجاها. الكربوهيدرات عايزه اقول لك يتخمن ان احنا اصلا محتاجينها من 45 ل 65%. الدهون هنلاقي ان احنا محتاجينها من 20 ل 30%. والبروتين اللي انت متخيل ان هو المفروض حياتك كلها تبقى بروتين محتاجينه من 10 ل 35%. طبعا الناس بتبقى واخده موقف عدائي من الدهون، لان بتقولك اصل الجرام الدهون ب9 سعر حراري، انما البروتين والكربوهيدرات الجرام ب4 سعر حراري، فبيستنصحوا. عايزه اقولك حاجه سيدي الكريم، حضرتك يعني فيش حاجه اسمها اصل ده بروتين وده كربوهيدرات. اصلا البروتين نفسه، بروتين الحيواني مثلا بيبقى فيه نسبه كبيره من الدهون، البروتين النباتي فيه نسبه كبيره من الكربوهيدرات، فهو الموضوع بيبقى ميكس مع بعضه كده. الجسم بياخدهم يكسرهم لابسط وحده ويتعامل معاهم. طيب انا النهارده عندي ايه المصدر الطاقه اللي انا ممكن؟ انت قلت لي الثلاثه ممكن يكونوا مصدر للطاقه. الطبيعي اللي هو الجلوكوز، والجلوكوز فيه خلايا ما تقدرش تتغذى الا عليه. لما ببدا احرمها بيبدا ان هو يكيف نفسه زي المخ. في الاول بيبقى بلاقي صعوبه شويه لما بقطع عنه الجلوكوز، ممكن بعد كده يعتمد على الكيتون بودز. الجلوكوز اي كميه منه مفيش مشكله، هو اوريدي مفيش اي مشاكل منه كمصدر للطاقه. الدهون بقى والكيتون بودز والكلام ده كله لما بعمل مجهود كبير بتبدا تزود نسبه الاسيتون في الدم. عشان كده الناس الطيبين بتوع الكيتو، وانا مش هعلق عليه، هو على راسي من فوق يعني، بس المفروض حضرتك تتابع نسبه الاسيتون في الدم. طيب بالنسبه للبروتين، الناس اللي عايشه على البروتين والبروتين دايت وماشيين بالبروتين، هو يعتبر تحميل على الكلى المخلفات بتاعته، مش مفروض ان انا استخدمه كمصدر للطاقه. يعني حاول تخليه ان هو كده، يعني زي ما بيقولوا هو ايه، مصدر غالي ومش نظيف، مخلفاته بتعمل مشكله للكلى، وبعدين هو يعتبر غالي. فحضرتك حاول توفره للدور بتاعه. وهنا بقى نتنقل للنقطه الاساسيه، انا محتاجاهم في بناء ايه؟ خلينا بقى نتكلم عن دورهم في البناء. طبعا هتلاقي في الكتاب اللي انا كاتبالك يعني بقول لك ان ايه، الكربوهيدرات دي مهمه وداخله في الدي ان ايه والار ان ايه وداخله في المفاصل، داخله حاجات كتيره جدا ومهمه جدا. الدهون عندنا لازم نبقى عارفين ان هي الحاجه اللي بيدوب فيها اللي هي اللي بيسموها ادك الفيتامينز، اللي هي اللي بتدوب في الدهون او ما بتدوبش في الميه، ودي بتبقى مصدر مهم جدا. عشان كده الناس اللي بتقطع دهون بتبقى بتتحرم من الفيتامينز اللي دايبه في الدهون اللي المفروض ان احنا نوفرها للجسم. البروتين طبعا ده بيخش في بناء العضلات. ده كده سريعا عن الثلاثه كمصدر للطاقه وكمصدر للبناء. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا نتكلم بقى عن التقسيمه بتاعتهم. خلي بالك انا ما عدتش بتكلم في كربوهيدرات، ما عدتش بتكلم في دهون، ما عدتش بتكلم في بروتين، بقيت بقول ان انا عندي جلوكوز، عندي حمض دهني، وعندي حمض اميني. وهنبدا ان احنا على الاساس ده نبدا نشوف بنقسمهم على اساس ازاي، وايه الحاجات الاساسيه اللي الجسم محتاجها، ايه الحاجات اللي الجسم يقدر يصنعها. اشوفكم في الفيديو القادم باذن الله.